بتبدأ حكايتنا في حارة شعبية. ليلى كانت ماشية مع صاحبتها فتون. ازيك يا عم صلاح؟ مال الحارة كده واقفة كلها على رجل واحدة؟ الله يسترها عليك وعلينا يا رب. أحمد الديب طلع النهاردة. ماله يعني اللي اسمه الديب ده؟ وطلع منين بالظبط؟ أحمد الديب بتاع السوابق كان محبوس في قضية كبيرة وبقاله سنين محبوس وهيطلع النهاردة. ربنا يبعده عننا. بس كانت قضية ايه؟ قتل ولا بلطجة؟ قتل وبلطجة وإتجار في السلاح كمان. ودي مش أول مرة يطلع، بس كل مرة بيرجع الحارة بيحصل فيها قلق ومصايب. يلا يا فتون بقى، مش وقت فضولك ده. استني بس. طب وايه اللي جابه هنا تاني؟ ما يروح في حتة بعيد عننا. هو بيقول دي حارته وبيت أهله كمان، محدش يقدر يطرده، خصوصا إن أخوه كبير مات والبيت في دي. يلا يا فتون هنتأخر. يا بنتي بس استني. قال قولي يا عمي صلاح، يعني هو يعمل ايه بالظبط؟ اي الناس قاعدة مستنية يا بنتي من أول اليوم ولسه محدش عارف نيته ايه. طب هو طلع فعلا ولا لسه؟ طلع من ساعتين وقال شافوه نازل من تاكسي قدام بيتهم وشكله كده ناوي يفرض سيطرته من تاني. ربنا يستر. انا هقفل عليا الباب وماليش دعوه بحد، قالتها فتون بصوت واطي. فصلاح وقتها بص حواليه. وانا كمان. الشارع النهارده مش امان، خصوصا بعد المغرب. يلا يا بنات روحوا على بيوتكم. وفي بيت احمد الديب كان واقف قدام المرايه وبيسرح شعره. الحاره دي لازم تنضف، تنضف من الاشكال العرة اللي سكنت فيها. يا ابني خليك في حالك بقى، بلاش مشاكل. انا ما صدقت انك طلعت. الحارة دي كانت بتتنفس لما كنت فيها، دلوقتي بقت مقبرة مليانة وحوش ملهاش أي لازمة، وأنا بقى راجع علشان أنضفها وأرجع الهبة ليها، الهبة اللي اندفنت من يوم ما سبتها. يا ابني حرام عليك، بلاش توجع قلبي كده، بلاش تفتح على نفسك أبواب جهنم. أنا ما صدقت إنك رجعت لي بالسلامة، ما صدقت إن قلبي هدي بعد سنين الخوف اللي عشتها دي وأنت في السجن وسايبني لوحدي. ما تخافيش يما، أنا مش هظلم حد، بس اللي ماشي غلط لازم يتعدل. الحارة ماشي حالها والناس عايزة تعيش وخلاص، مش ناقصة بلطجة ومشاكل تاني. في الوقت ده بان على وشه الضيق. بلطجة؟ أنا كنت محافظ على الحارة، كنت أمنها قبل ما يتحول كل عيل صغير يسرح فيها. نجاة دموعها نزلت وقتها وقربت منه. يا أحمد يا ابني، الناس كرهت اسمك، حتى عيال الجيران بيسيبوا الطريق لما بيسمعوا إنك راجع. خليك في حالك يا ابني، عيش بس وخلي الأيام تداوي اللي حصل. سابها أحمد في الوقت ده وراح ناحية الباب، لكنه قبل ما يطلع بصلها. أنا عايز حقي، حقي اللي اتاخد وانا جوه، والناس اللي فرحت بسجني هدوقهم من نفس الكاس. خلص كلامه ومشي، ونجاة قعدت على الكرسي بتعب. يا رب، يا رب سترك وعفوك علينا، يا رب يهديك يا احمد يا ابن بطني. وفي بيت ليلى كانت راجعه من بره، ونعمه مرات ابوها كانت قاعده بتشرب قهوتها. ايه يا اختي، كنت فين ده كله؟ ما انت عارفه يا مرات ابويا نزلت ادور على شغل. ولقيتي بقى يا اختي ولا رجعتي وقفاكي بيأمر عيش؟ لا ما لقيتش، بس قريب قوي هلاقي ان شاء الله. موت يا حمار، ما انت زي امك يا اختي، مفيش من وراكي منفعه. يلا يا بنت اجري على المطبخ، الحقي اعملي الغدا قبل ما ابوك يرجع من الشغل. اتحركت ليلى وراحت المطبخ وهي بتكلم نفسها. يا رب توب عليا من مرات ابويا، ارزقها باللي يذلها يا رب زي ما هي ما بتذلني. وبعد يومين كانت ليلى راجعه من السوق وهي شايله شنطه الخضار وبتكلم نفسها. يا رب بقى ما كنتش نسيت حاجه ومرات ابويا ترجعني تاني في الحر ده. كانت بتعدي الطريق وفجأة الشنطة اتقطعت والخضار وقع منها. يو بقى، هي كانت ناقصة هي كمان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب اليوم ده يعدي على خير، قالتها ونزلت على ركبها علشان تلم كل اللي اتبعتر. فسمعت صوت رجولي وقتها من وراها. سيبيها، أنا هلمها، ما توطيش في الشارع. لا خلاص شكرا، أنا هلمهم. نزل أحمد على الأرض وبدأ يلم الخضار. قلتلك سيبيهم، ما ينفعش توطي كده في الشارع. اتوترت وقتها ووقفت بسرعة. هو أنت من الحارة؟ شكلك مش غريب. كنت منها ولسه راجع. وقف وقتها ومد ايديه بالشنطة بعد ما لم الخضار كله. شكرا. كانت لسه هتمشي لكنها رجعت وافتكرت حاجة. استنى، هو أنت أحمد الديب؟ ابتسم وقتها وهو حاطط ايديه الاتنين في جيبه. هو بعينه. انت بقى ليلى بنت عم نزيه؟ صح، كبرت يا ليلى، وانت شكلك متغير. السجن بيغير أكتر، المهم اني خلاص رجعت وما بقتش زي زمان. خلص كلامه وسابها ومشي، وهي وقفت تبص لطيفه ثواني قبل ما تكمل طريقها للبيت. كانت طالعه السلم وفجأة لقيت أكرم واقف قدامها. ده ايه النور ده؟ ليلى رجعت من السوق، قوليلي بقى ناويين تطبخوا ايه النهارده؟ بصيت له وقتها بغيظ وهي بتنفخ. وسع يا أكرم، مش فاضيالك. انت ليه دايما بتبعدي عني؟ مش مقدرة اني بحبك وفي الآخر كده كده هنتجوز، سواء عاجبك ولا مش عاجبك. لا عاجبني ولا عايزة اسمع حتى منك الجملة دي، وبقولها لك من تاني يا أكرم، أنا مش عاوزاك، يا ريت بقى تحل عني. سابته وقتها وطلعت على السلم
لكنه اتكلم وهي طالعة. أحمد رجع، شوفي بقى تعملي إيه وهو راجع يقلب الدنيا، بس أنا بقى مش هفضل أتفرج، الدور جاي عليه. سكتت في الوقت ده ووصلت لباب الشقة، طلعت المفتاح ولسه هتفتح الباب، لكنه في لمح البصر طلع وقف قدامها. ما تلعبيش بالنار يا ليلى، أنا مش زي أحمد ومش هسيبك يا ليلى، انتي بتاعتي وهتفضلي بتاعتي لحد آخر يوم في عمري، وانت عمرك ما كنت راجل ولا هتكون، قالتها بقرف. وبعد كده فتحت الباب ودخلت وقفلت في وشه. أما عنه هو كان بيغلي من الغيظ. هنشوف يا ليلى، هنشوف. بعد ما ليلى دخلت على جوه حطت الشنطة على السفرة. أنا جبت الطلبات أهو اللي انت قلتيلي عليها، في حاجة تاني؟ هو انت لسه هتقفي تتكلمي؟ يلا يلا شيلي الحاجات دي وعلى المطبخ وابداي اعملي الغدا. بصت ليلى لابوها اللي كان قاعد بيتفرج عليهم ومش بيرد، لسه هتتحرك على المطبخ لكنها سمعت صوت خبط جامد على الباب. يا ستير يا رب، مين اللي بيخبط كده؟ استرها، قوم يا نزيه شوف مين اللي بيخبط. قام فعلا نزيه وفتح الباب وكان أكرم. خير يا أكرم، في ايه؟ زق ودخل وقتها من غير ما يستأذن. وسع بس يا عم نزيه، أنا داخل في كلمتين كده وقعدة خفيفة، اعمل لنا شاي يا ست نعمة. نزيه قفل الباب ومشي وراه وهو متضايق جدا. هو أنت مش بتعرف تستأذن؟ راعي إن البيت فيه حريم. البيت بيتنا يا عم نزيه واحنا بينا عشرة. معلش يا ست نعمة، هاتلي كوباية شاي مظبوطة كده عشان الكلام يطلع حلو. شاي ايه بس يا ابني؟ قوم من هنا بدل ما اعرفك الاصول اللي قالك مش عارفين يعرفوها لك. وماله يا ابو نسب، مقبولة منك، ما انت برضه في مقام ابويا، وبعدين انا جاي في كلمتين وخلاص، مش عايز شاي. قولي الكلام وخلي كلامك قليل قبل ما نادي على الجيران ويجوا يشيلوك يرموك على برا. من الاخر كده انا خلاص صبري نفذ والموضوع لازم يتحسم، الجوازة تتلم في اسرع وقت. ليلى من حقي. من حقك ايه؟ شايفة عربية ولا شقة ولا حاجة هتملكها؟ اللي بيحب بنتي يستأذن بالأصول، مش يترضى على السلالم ويدخل بيت زي البلطجية. وقف أكرم في الوقت ده وقرب منه. أنا صريح وقلت اللي عندي، انت بقى خد وقتك، بس أنا مش هستنى كتير، المرة الجاية هاجي ومعايا رجالة وهاخدها غصب. اطلع بره يا أكرم قبل ما خلي أبوك نفسه ما يعرفش يلمك. هنشوف يا حماية، أنا قلت اللي عندي وانت حر بقى يا أبو نسب. سلام. راح أكرم ناحية الباب ونعمة وقتها قربت منه. رايح فين بس يا أكرم؟ ده أنا لسه يا ابني هعمل لك الشاي. ابعدي لخطيبتي مني ليها. خرج وقتها وليلى قربت من باباها. قال لك إيه؟ قال حاجات كتير بس أنا اللي أقول كلمة الفصل في الآخر. وهي كانت تطول واحد زي أكرم ده فين؟ ده عنده بيت ملك وكسيب وبنات الحارة كلها تتمنى يبص لها، بس بنتك هي اللي رافعة مناخيرها. بس فلوسه حرام وانا اصلا مش بطيئه، مستحيل اتجوز واحد بالاخلاق دي. وايه المشكله؟ قبل ما اتجوز ابوكي ما كنتش بطيئه برضه، بس اهو النصيب. اتجوزي يا اختي اللي جاي يخبط على بابك واشتراكي، هو انت الطولي بلا وكسه. قربت ليلى من باباها وعينيها اتملت بالدموع. بابا هو انت ممكن توافق؟ انا لسه بفكر، هقول كلمتي في الاخر. دخلت ليلى على اوضتها وقعدت على السرير، طلعت صوره مامتها من تحت المخده ودموعها نزلت وقتها. الله يرحمك يا ماما، لو كنت هنا معايا ما كانش زمان مرات ابويا اتحكمت فيا بالطريقه دي. وبعد وقت في بيت احمد كان قاعد وبيقطع تفاحه ولكنه كان سرحان وفي عالم تاني. الباب خبط في الوقت ده فجت مامته نجاة. في ايه يا احمد يا ابني؟ مش معقول يعني مش سامع الباب؟ هو بيخبط، اللي واخد عقلك يتهنابه. راح احمد وقتها وفتح الباب. كانت ليلى واقفه وشها احمر من كتر الغضب. ليلى في ايه؟ جايه لك في كلمتين، ابن عمك اكرم ابعدوا عني. تعالي ادخلي الاول واهدي بس واقعدي قولي لي عمل لك ايه بالظبط. دخلت ليلى وقفت قصاده. انا مش هقعد، الكلام هقوله وامشي، انا ساكته له من زمان وكل يوم يطاردني في الرايحه والجايه ويفرض نفسه عليا لحد ما النهارده دخل بيتنا وبيتكلم عن جواز بالغصب، ومن الاخر بقى بيهدد ابويا انه يوافق. اكرم ابن عمي عمل كده. ايوه واكتر كمان، هو افترى ومبقاش حد يهمه. وابوكي قال ايه؟ طرده، بس ابويا غلب وانا زهقت ومش ناوي اعيش كل يوم على اعصابي عشانه. خلاص سيبيه عليا، الموضوع ده هيتلم النهارده قبل بكره. انا جاي اقولك عشان تكون عارف ان بينه وبينه مستحيل يكون في اي حاجه، ولو سمعت له صوت حواليا تاني هروح الاسم بنفسي. اعتبري كلامك وصل ومش هتسمعي له صوت تاني وانا بوعدك بكده. هزت راسها ليه ومشيت وقتها وهو كان واقف مكانه في عينيه لمعة غريبة. أكرم شكلك نسيت أنا مين. فلاش باك من كام سنة في ليلة شتا والمطر كان نازل، الحارة كانت نايمة وصوت الرعد مالي السما، وأحمد لسه شاب في أوائل العشرينات كان بيجري وشكله متوتر جدا. ظهر قدامه واحد اسمه ممدوح كان واقع على الأرض وبينزف، وأكرم
واقف جنبه وماسك آلة حادة ومرعوب وخايف. انت عملت ايه؟ هو اللي بدأ، هو اللي كان بيهددني، انا بس خوفته وهي جت غلط فيه. احمد، انا مش عايزه ادخل السجن، انا ما كنتش اقصد. اتحرك احمد ونزل على ركبته جنبه. انت بتتنفس؟ ممدوح، رد عليا. حاول انه يتكلم لكنه بيطلع صوت مكتوم وضعيف. فاحمد بص لاكرم وقتها، وبعدها اخذ القرار ومسك الآلة الحادة. انت بتعمل ايه؟ قالها اكرم بخوف، فرفع وشه وبصله. انا اللي هتحمل، انت ما ينفعش تدخل السجن يوم، بس خد بالك ده دين في رقبتك يا اكرم. وفي نفس الوقت سمعوا صوت عربيات البوليس. امشي امشي يا اكرم بسرعه. اكرم كان متردد ولكن احمد صرخ فيه وهو جري وقتها. فاحمد رفع ايديه وقتها لما الظابط جه. ارمي اللي في ايديك على الارض وسلم نفسك. رماها احمد على الارض ووقتها البوليس قبض عليه. باك رجع احمد من ذكرياته على صوت مامته. ناوي على ايه يا احمد؟ اوعى تكون ناوي تورط نفسك في مشاكل تاني. ما تقلقش يا امي، انا بس هوقف اكرم عند حده، يظهر انه ما تعلمش الدرس زمان. وعلى القهوه كان اكرم قاعد مع اصحابه اللي ما يختلفوش عنه كتير في سوء طبعه واخلاقه. فرمزي اتكلم وقتها. احمد خرج وكل الناس بقت عامله حسابها، حتى المعلم فوزي قال هيهدي لعب دلوقتي لحد ما يشوف الدنيا هتهدى ولا لا. هو ده اللي كنت عامل حسابه، بس دلوقتي لا، دلوقتي الموضوع غير. ناوي على ايه يا كبير؟ احمد فاكر نفسه انه لسه الحكم بتاع الحاره، بس انا ليا رجاله وليا شغل كبير ناوي افتحه. وافرض بقى احمد وقف وقال لا، لو احمد وقف في طريقي هيبقى هو اللي بيجني على روحه. رمزي التفت حواليه وتأكد ان مفيش حد مركز معاهم، وقرب وقتها وشه من اكرم. انت بتتكلم عن الليله اللي جايه ولا عن الشحنه اللي جايه من يمينها؟ الاتنين، وانا عايزه امن نفسي من دلوقتي. قال كده وبص لحمدي صاحبه. الحته اللي ورا الارض المهجوره جهزتها زي الفل، بس لو حد شم خبر البوليس هينزل علينا ويبوظ كل حاجه، ولا حد هيشم حاجه. افوق بس كده وبعدين اركز في موضوع ليلى، انا برضو من حق اتجوز. ضحك ضحكه شيطانيه واصحابه ضحكوا معاه. بعد شويه وقف اكرم وودعهم، وبعدين مشي لغايه ما وصل لشارع صغير في الحاره. بص حواليه بحذر وبعد كده مشي في الشارع دي والدنيا كانت هاديه، معظم الناس نايمه في الوقت ده. وصل قدام محل قديم وباين عليه مقفول بقاله سنين. أكرم طلع مفتاح من جيبه، بص وراه بسرعة وتأكد إن مفيش حد، وبعدها فتح الباب. دخل المحل بسرعة وقفل عليه. ومن بعيد كان أحمد واقف في الضلمة وبيراقب في الصمت، باين على ملامحه الاستغراب. محل فاضي بعد نص الليل وقفل عليه؟ ده مش أكرم اللي أنا عارفه، ده بيحضر لحاجة. قرب وقتها أكتر من غير صوت واستخبى ورا عربية واقفة عينيه على الباب المقفول. وفجأة نور خرج من شباك مكسور في الجنب، فأحمد قرب أكتر علشان يشوف اللي جوه. ومن الشباك شاف صناديق خشب كبيرة وناس بتتحرك وبيتكلموا بهمس. المكان كان مريب وفي حاجة مش طبيعية. من الواضح يا أكرم إنك بتلعب على كبير، بس أنا هعرفه. تاني يوم كان أكرم نايم في بيته بيفتح عينيه لقى أحمد قاعد قصاده على الكرسي. انت دخلت هنا ازاي؟ مفيش حاجة تصعب على الديب، ولا انت نسيت؟ جاي ليه؟ قالها لما قام وقعد. فأحمد اتكلم وهو مربع ايديه وحاطط رجل على رجل. هو ده حمد لله على السلامة اللي كنت المفروض تقولها؟ مش المفروض برضو اني طلعت من السجن اصلا اللي انا كنت فيه بسببك؟ اخلص يلا قول عايز ايه؟ اخر واحد كنت اتوقع منه الغدر، كنت فاكرك اخويا وعشان كده شلت عنك القضية. بقولك ايه، انا اتغيرت، ما بقيتش اكرم العيل بتاع زمان اللي بيخاف حتى من خياله. عموما شوف انت عايز كام، تمن شهامتك اللي عملتها معايا. وقف احمد وقتها بغضب. مش الفلوس هي اللي تشتري اللي ما بينا ولا ايه يا اكرم؟ اللي عندي فلوس، عاوز خد، مش عاوز يبقى تركن على جنب، وبلاش تعطلني. انا دلوقتي اكرم الديب، ولو ما تعرفش انا مين اسأل عني. قرب وقتها منه وبصله في عينيه. مش شايف غير العيل بتاع زمان اللي كان بيلعب في الحارة والعيال بيضربوه؟ المهم انا جاي لك وبحذرك انك اياك تقرب من ليلى ولا حتى تحاول تكلمها، ولو عرفت غير كده ما تبقاش تزعل مني يا ابن الديب. خلص كلامه ومشي وقتها من قدامه، واكرم بص عليه بغيظ. قام وقتها وضرب ايديه في المرايه مره واحده كسرها واللون الاحمر بينزل من ايديه. وعند احمد وتحديدا في الكافيه كان مستني ليلى انها تيجي. دخلت وقتها وهي بتتلفت يمين وشمال وراحت قعدت على ترابيزه. خير؟ اتصلت عليا وقلت انك عايزني ضروري. انا كنت عايزه اقولك ان خلاص اكرم مش هيتعرض لك تاني. تمام شكرا، همشي بقى. استني يا ليلى، انا كنت عاوزه اتكلم معاكي. قعدت ليلى تاني وهي بصله برفعة حاجب. خير؟ هو اكرم قالك حاجه عني؟ لا يا ليلى، انا كنت عاوزه اقولك ان احمد بتاع زمان اتغير، بس في حاجه واحده بس باقيه مستحيل انها تتغير العمر كله. قصدك ايه؟ قصدي ان انا لسه بحبك يا ليلى،
وعمري ما بطلت أحبك. مش عارف إذا كان أنتي لسه ولا. أنا كنت عيلة زمان، عندي 15 سنة، فرحت بالوردة والدبدوب، إنما دلوقتي الموضوع اختلف عشان بقيت أرد سجون. صح، قالها بحزن. فوقفت وقتها وهي بتحرك راسها بنفي. لا، عشان أنا ما بقتش ليلى بتاعت زمان. خلصت كلامها وسابته ومشيت. تاني يوم، وتحديدا في بيت ليلى، كانت خارجة من البيت وقتها، لكن نعمة مرات أبوها وقفتها. رايحة على فين يا أختي؟ وخارجة تسحبي كده من صباحية ربنا؟ يا رب تتسختي يا مرات أبويا وأشوفك بتتنططي في جبلاية القرود يا رب، واحدف عليكي قشر موز وسداني. بس لا، خسارة فيك القشر أصلا. انتي بتبرطمي يا بنت، بتقولي إيه؟ بقول هروح أقابل فتون، أصلها جايبة لي شغل في المصنع اللي بتشتغل فيه. طب قبل يا اختي ما تروحي، خدي بطاقة التموين معاكي وهاتلنا العيش من الفرن. ما احنا مش هنستناكي من غير فطار. حسبي الله ونعم الوكيل. هاتي البطاقة طيب، ويا رب ما يبقاش زحمة. وبعد شوية تحت البيت، بقولك ايه يا فتون، اسبقيني انتي على المصنع وانا هبقى احصلك. ليه يا بنتي كده تتأخري من اول يوم شغل ليكي؟ منها لله مرات ابويا هي اللي قصدت تأخرني، بس بعد كده هعمل حسابي وانزل من بعد الفجر علشان ما اشوفش وشها. طب حاولي طيب ما تتأخريش. هزت راسها ليها فمشيت فتون وقتها، وليلى مشيت وهي بتكلم نفسها، وفجأة خبطت في حد وهي مش مركزة. أسفة، ما كنتش شايفة. رفعت عينيها لقيت أحمد واقف بيبص لها بنظرة مليانة حب. لو كل مرة كده نخبط في بعض يبقى احنا الاتنين محتاجين نركب إشارات مرور. هو أنت بتطلع لي لمين؟ أنا اللي المفروض أسألك، رايحة فين بدري كده؟ هجيب عيش. هما منع النزول بدري ولا إيه؟ لا بس الصدف بقت كتير، وبصراحة بقى مش عارف ده خير ولا حاجة تانية. ولا خير ولا حاجة تانية، خليها عادي صدفة وعدت، قالتها بابتسامة وكانت لسه هتمشي، لكن أحمد نده عليها. ليلى، لو في حاجة بتحصل في بيتكم وأكرم ضايقك تاني قوليلي. من يوم ما جيت والحمد لله ما شفتش وشه، ربنا يكملها معايا ويتلم ويبعد بعيد عني، وأنا مش هسكت برضه، خلي بالك من نفسك. هزت راسها ليه بابتسامة، وبعدين كل واحد مشي في اتجاه، وفي لحظة وهما بيفترقوا ليلى التفتت تبص عليه وهو كمان بص عليها، ابتسمت ليه، وبعدين كملت طريقها. راحت الفرن جابت العيش وطلعته لمرات ابوها، وبعدين راحت المصنع واستلمت الشغل. وبعد شويه في المصنع كانت فتون واقفه جنب ليلى بتعلمها. يا بنتي ركزي بقى في الخياطه، والمكنه هتشتغل ازاي؟ لو بتفكري في عريس قوليلي. عريس ايه بس يا فتون؟ الدنيا مش ناقصه وجع دماغ. طب ما يمكن النصيب يجي وانتي بتخيطي بدله العريس نفسه. لا انا لا عايزه اتجوز ولا عايزه غيره، كل اللي بفكر فيه دلوقتي ان اقدر اشتغل عشان اجيب لي اوضه ان شاء الله حتى فوق السطوح، بس تكون بعيده عن مرات ابويا. طب واحمد يا ليلى، ده انت لسه حكالي ان حبك القديم. قلت لك الكلام ده فات عليه اكتر من 15 سنه، دلوقتي خلاص عقلت. هي في واحده عاقله تروح للقفص برجليها؟ ربنا يرزقنا انا وانت بولاد الحلال ونتجوز في ليله واحده. بس انت بقالك فتره وشك متغير، في حاجه مضايقاكي؟ هو بس كان اكرم ما كانش مريحني خالص، وكان بيظهر لي في اي مكان اروحه. اكرم الديب؟ يا نهار ابيض، ده سمعته مش حلوه خالص، ده كل الناس بتقول انه داخل في شغل مش تمام. وانا اصدق الكلام ده؟ بس انا بقى رحت لاحمد وطلبت منه يوقفوا عند حده. احمد؟ احمد مين؟ هيكون احمد مين يعني؟ احمد الديب ابن عمه. قلتيلي دلوقتي فهمت كل حاجه. طب المهم، لسه بتحبيه؟ الحب ده رفاهيه يا فتون، وانا عايشه بالعافيه، قالتها وضحكت بمراره. ففتون سكتت شويه وبعدين اتكلمت. طب بصي، سيبك من الهم ده وركزي في الشغل، القماش ده محتاج يتسلم النهارده، ومش عايزه بقى المشرفه تيجي تشخط فينا. حاضر يا فتون، الشغل قبل الحب. وبعد كام ساعه فتون وليلى كانوا خارجين من المصنع على محطه الاتوبيس، ففتون قالت طب والله لو المصنع ده كان في تركيا كنا بقينا مصممين ازياء بالخياطه دي. ماشي يا فتون، اتريقي، بكره اللي قدامك دي تكون اشهر مصممه ازياء في مصر والدول المجاوره. احلام احلام يا اختي، هي الاحلام ببلاش ومش عليها جمارك كمان. ماشي لما نشوف. هو الاتوبيس هيتاخر ولا ايه؟ انا مش قادره اقف، رجليها وجعاني. في الوقت ده قبل ما فتون ترد عليها لفت نظرها في الوقت ده عربيه بتقرب منهم. ايه العربيه دي؟ شكلها غريب قوي، يمكن واحد غني تايه وجاي في طريق الغلابه. الاتنين ضحكوا وفجاه العربيه وقفت قدامهم، الباب اتفتح ونزل منهم 2 رجاله لابسين اسود. في ايه؟ انتوا عايزين ايه؟ قالتها فتون. وقبل ما ليلى تتكلم كان واحد منهم قرب منها وغطى وشها بقطعه قماش. فتون، فتون، سيبوني، الحقيني يا فتون. رفعها بسرعة ودخلها العربية، وفتون وقعت على الأرض لما التاني زقها. ليلى، ساعدوني يا ناس، خطفوا صاحبتي، قالتها وهي بتصرخ. الناس بدأت تتجمع وفتون بتعيط وبتحاول إنها توصف شكل العربية لأي حد حواليها، بس محدش لحق يشوف النمرة. وبعد وقت فتحت ليلى عليها ولقت نفسها في مكان غريب، بصت حواليها وقتها بخوف.
انا فين؟ مين عمل فيا كده؟ مين هنا؟ سمعت صوت خطوات بتقرب منها، وصوت ولاعة بتولع، ولمعت النار خلتها تشوف وشه. اكرم، انت اللي عملت كده؟ انت اللي خطفتني؟ ما تقوليش خطف بس، قولي نقل مؤقت لمكان امن. امن؟ انت اكيد مجنون رسمي، سيبني اروح لحالي يا اكرم. قرب منها وقتها وهي خافت. كل مرة اقول يمكن تهدي وتسمعي الكلام، لكن واضح بقى ان مفيش فايدة. انا مش هسيبك تمشي تاني، المرة دي هتفضلي هنا لحد ما نتجوز انا وانتي. كانت بتحاول انها تفك الحبل وهي ميتة من الرعب. انت اخر واحد ممكن ابص له. انا بكرهك قوي يا اكرم. الكره هيقلب حب يا ليلى مع الوقت. انا اكرم الديب، ولا يدخل دايرة الديب ما يخرجش بينها بسهولة. لو احمد عرف مش هيسيبك تمشي على رجليك. احمد هو لسه ليه مكان عندك، ده بس لو فكر يقرب منك تاني انا اللي هقرب منه بالرصاص، قالها بغضب. فاتكلمت وقتها وهي مش خايفة منه. مهما عملت عمري ما هبقى ليك، لا بالاجبار ولا بالخوف. بص لها شوية قبل ما يروح ناحية الباب وقبل ما يخرج. هنشوف، الليالي جاية طويلة يا ليلى. وعند احمد كان راجع من بره، ونجاة كانت قاعدة مستنياه. نورت يا ابني، كنت فين لحد دلوقتي؟ الاكل برد. كنت سهران مع جماعة اصحابي وكنت بدور على شغل. الدنيا زنقت قوي، مبقتش زي الاول. طب ما تفتح الورشه زي زمان ورزقنا على الله. انا فعلا قررت اعمل كده، من بكره انزل وافتحها. نجاة كانت بتبص له وهي متردده تقول له اللي حصل ولا لا. احمد يا ابني، سمعت خبر كده وربنا يستر ويعدي على خير. خبر ايه؟ ليلى بنت النزيه اللي ساكنه في البيت اللي قصادنا اتخطفت النهارده بعد الشغل عند المصنع اللي بتشتغل فيه. بص لها بصدمه وكانه اتجمد مكانه. انت بتقولي ايه يا امي؟ ليلى اتخطفت؟ مين ممكن يعمل كده؟ معرفش، في تون صاحبتها وجارتنا كانت بتصرخ والناس كلها اتلمت، محدش عارف مين اللي خطفها ولا العربيه راحت فين. غمض عينيه لثواني وهو بيحاول يستجمع افكاره. مفيش غيره اكرم، هو اكيد اللي عمل كده. حست بالقلق وقتها فقربت منه. بلاش يا ابني تدخل نفسك في الموضوع ده، انا خايفه عليك، انت لسه طالع من السجن وانا ما صدقت انك رجعت لي. لا يا امي، الموضوع ده انا مش هسكت عليه، اللي عمل كده اعرفه واخليه يندم انه فكر يقرب منها. كان لسه هيمشي لكنها وقفت قصاده وهي مرعوبه. احمد يا ابني بالله عليك ما تعملش حاجه تودي نفسك في داهيه تاني. قرب منها وهو بيبوس راسها. المره دي مش داهيه يا امي، المره دي حساب. سابها وخرج بسرعه من البيت، ونجاة قعدت مكانها وحطت ايديها على وشها. هات العواقب سليمه يا رب، هات العواقب سليمه يا رب. نزل احمد الحاره وراح على القهوه وبدا يسال على اكرم. اكرم الديب فين؟ حد شافه النهارده؟ الناس كانت بتتهرب منه، كله ساكت كانه خايف منه. مشي وسابهم وراح لواحد من معارفه القدامى، شاب معروف انه دايما بيدور على المشاكل بس يعرف اسرار الكل. سعدون. احمد، انت ايه اللي جابك هنا؟ شكلك ناوي على الشر. الشر لسه ما جاش يا سعدون. قول لي اكرم فين، انا عايزه دلوقتي حالا. يا عم احمد، انت ما تعرفش انك كده بتدخل في دايره خطر. اكرم بقى ليه ناس فوق وملهمش امان، غدار اكتر مما تتخيل. ما يهمنيش ورا مين، هو خطف بنت جيراننا وانا مش هسيبه او للاماكن اللي بيروحها دلوقتي. سعدون بص حواليه واتاكد ان مفيش حد سامع ولا شايف. اسمعني كويس، اكرم ليه 3 اماكن بيتردد عليهم. اول واحد مخزن قديم في اول الطريق الجديد، والتاني في شارع المذبح، والتالي محل فاضي كده في شارع جانبي جنب الكوبري. بس يا احمد، انت ما شفتنيش النهارده، فاهم؟ قرب منه احمد وحط ايديه على كتفه. ولا اعرفك، بس لو لقيته هناك اعرف ان خلاص اكرم انتهى. خلص كلامه ولسه هيمشي ولكن سعدون وقفه بكلامه. خلي بالك يا احمد، اكرم ما بقاش العيل بتاع زمان، ده كبر وانيابه كبرت معاه. ما اهتمش بكلامه وكمل طريقه. وعند اكرم كان قاعد مع نزيه ابو ليلى والمأذون قاعد وسطهم. مش اصول اللي انت بتعمله ده يا اكرم. احمد ربنا اني جبتك وبتجوز بنتك شرعي، بدل ما كنت دخلت عليك بيها وهي مراتي برضه وخليك تتحايل عليها اكتب عليها. منك لله، ربنا على المفتري، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. بقول لك ايه، ما بلاش الكلام اللي يزعل ده يا ابو نسب، اكتب يا سيدنا. بدأ المأذون بكتب الكتاب. امضي هنا يا ابني. مسك اكرم الدفتر ومضى عليه وبص الليلة وقتها. امضي هنا يا عروسة. على جثتي، انا مش هتجوز البني ادم ده. يا استاذ اكرم، البنت شكلها مش راضية، الجواز بالاكرام ما ينفعش شرعا. مالكش دعوة يا مولانا، البنت خجولة بس، هتمضي دلوقتي. قرب اكرم منها وشدها من شعرها وخافت جدا، فنزيه قال: امضي يا ليلى، امضي يا بنتي واشتري نفسك، مفيش حل تاني. مش همضي، مش همضي، ان شاء الله حتى يموتني. رفع ايديه ونزلها على وشها، فليلى وقتها وقعت على الارض. لو فكرت انك ترفضي تاني، الجحيم اللي هتشوفيه معايا هيبقى ابعد حاجه توصلك للموت، فاهمه؟ قرب نزيه من بنته وهو بيساعدها انها تقف. امضي يا ليلى، امضي يا بنتي واخلصي. مسكت ليلى القلم وهي بتعيط وايديها بترتعش ولسه هتمضي، لكن فجأة الباب اتفتح ودخل احمد.
انت ايه اللي جابك هنا؟ قالها وهو باصص له بغضب. فاحمد في لحظه قرب منه واداله بوكس في وشه. فليلى وقتها جريت عليه. احمد الحقني، اكرم ضربني وبيجبرني اتجوزه. وشه احمر وقتها وكان مليان بالغضب. الايد اللي تترفع عليكي تستاهل القطع، وحقك ارجعهولك يا ليلى. اكرم وقف ورفع الفرفر في وشه. انت جاي تعمل ايه هنا يا احمد؟ بره قبل ما اضربك بالنار. احمد خلي بالك. المأذون قام بسرعه. انا ماليش في الحكايه دي، انا ما شفتش حاجه. انسحب بسرعه وجري. ونزيه كان واقف مصدوم مش عارف يعمل ايه فاكر نفسك بطل يا احمد؟ انت مش عارف انت بتلعب مع مين؟ قرب احمد منه ومسكه من ناقه قميصه. عارف، بلعب مع شيطان، بس النهارده نهايه لعبك. ضربه بالبوكس تاني وضربه تالت. وليلى قربت منه وقتها. احمد خلاص كفايه، سيبه، خلينا نمشي من هنا. وفعلا سابه وقتها وهو بيبصله بنظره تحذيريه اخيره. اقسم بالله يا اكرم، لو قربت منها تاني هتندم على كل نفس بتتنفسه. اخدها وخرجوا سوا من المكان وهي بتبص وراها بخوف. واكرم بيبص عليهم وعينيه فيها غضب وجنون. مسك الفرفر بتاعه وصوبه ناحيتهم. خرج منه طلقه استقرت في ظهر احمد. ووقتها وقع على الارض. وليلى صرخت بعدها ووقعت اغمى عليها. وبعد وقت فتحت ليلى عينيها وكانت في المستشفى. انا فين؟ احمد جراله ايه؟ هتكوني فين يعني؟ ما زي ما انت شايفه، طول عمري بقول عليكي بوس فقر. احمد فين؟ جراله ايه؟ اسمعي يا اختي قبل ما امشي، الحاره كلها ملهاش سيره غيرك، واللي اكرم عمله معاكي ابوكي مش هيعرف يرفع راسه تاني وسط الناس. عيونها دمعت وقتها من كلامها الجارح ليها. بس انا ماليش ذنب، انا ما عملتش حاجه. طول عمري بقولك اسمعي كلامي واتجوزيه، كان لازمتها ايه قله القيمه والفضايح دي؟ هجوز اخواتك البنات ازاي بعد كده؟ منك لله وطيتي راسنا في الارض. انا ما يهمنيش كلام الناس، هروح اطمن على احمد. قامت بصعوبه من على السرير وخرجت من الاوضه. كانت ماشيه في المستشفى فقابلت نجاة واقفه قلقانه. قربت منها وقتها بخوف. احمد فين وعامل ايه؟ الدكتور جوه معايا يا بنتي، بيقولوا الرصاصه سطحيه الحمد لله وهيخرجها، بس انا قلقانه وخايفه قوي. منه لله اكرم، هو البوليس قبض عليه صح؟ للاسف هرب. انا مش عارفه ازاي اكرم اتحول كده، ده كان هو واحمد اكتر من الاخوات. اكرم طول عمره شيطان بيمثل في صوره بني ادم. الدكتور خرج وقتها وطمنهم عليه. وبعدها دخلت نجاة وليلى علشان يشوفوه. ليلى مرضتش تمشي مع اهلها وصممت تستنى تطمن عليك. شكرا يا احمد على اللي عملته معايا، واسفه لو كنت سبب في اللي حصل لك. ليلى تتجوزيني؟ قالها وهو باصص لها بحب. فاتصدمت وقتها من اللي سمعته. ما كانتش تتخيل انه يطلب منها تتجوزه، وخصوصا في وقت زي ده. انت كده هتزود النار يا ابني والعداوه ما بينك وبين اكرم. النار كده كده موجوده من زمان، بس انا اللي كنت اعمى. ها يا ليلى، ايه رايك؟ بس يعني خايفه عشان اكرم. انا مش عايزه اسمعك بتقولي خايفه دي، انت هتكوني مرات احمد الديب، ما تخافيش. قالها وهو بيقطعها. فابتسمت وقتها بعد ما عينيها لمعت. وبعدين خرجت وسابتهم. فات يومين واحمد خرج من المستشفى وكتبوا الكتاب. حددوا الفرح بعد شهر. اما عن اكرم، اول ما عرف كان هيتجنن، بس ما كانش قادر يخرج من مخبأه عشان ما يتقبضش عليه. عدى الشهر وجه يوم الفرح في بيت ليلى. كانت قاعده وهي لابسه الفستان الابيض. الله اكبر، زي القمر يا لولو، ربنا يعوضك خير يا رب. عارفه، انا قلبي مقبوض قوي وخايفه من اكرم يظهر ويعمل حاجه. ان شاء الله مفيش اي حاجه هتحصل، ولو ظهر ان شاء الله الحكومه هتكون موجوده وهتقبض عليه، ما تخافيش بقى. قالتها وهي بتطمنها. فابتسمت لها وقتها. وبعد شويه خرجت ليلى مع فتون واحمد كان مستنيها. اخدها ومشي ونزلوا على الحاره. كانوا عاملين فرح كبير والناس كانت مبسوطه. وفي وسط كل ده ظهر اكرم وهو لابس كاب ومعاه الفرفر بتاعه. واول ما رفعوا علشان يصوبوا ناحيتهم كانت عناصر الشرطه محوطاه وقبضوا عليه. في الوقت ده قرب احمد من ليلى لما شافها انها قلقانه وعلى ملامحها علامات الخوف. ليلى خلاص اهدي، انا خلاص، انا كده اطمنت. تعرفي، انا ما كنتش اصدق ان اليوم ده يجي. خلاص الحمد لله، اكرم اتقبض عليه وانتهى الكابوس اللي كان مسبب كل ده. انا بصراحه لحد دلوقتي مش مصدقه، كنت خايفه لحسن يعمل حاجه فيك، بس الحمد لله قدر ولطف. يمكن كل اللي حصل ده علشان نوصل لهنا. نزلت عينيها للارض بخجل. انا بحبك يا ليلى، يمكن دي اول مره اقولها من غير خوف ولا وجع. وانا كمان بحبك يا احمد، وده اكتر يوم كنت بحلم بيه في حياتي. ربنا يديمك في حياتي ويديمك في حياتي.